مرحبتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم في خيطة الدجاج بالجبن والبطاطس، كيجيو رائعين في مذاق. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. خليكم مع مقادير طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كناخد واحد طنجرة ولا كسرونة، كنقي فيها واحد الكمية ديال الماء، وكان عندي هنايا كيلو ديال الفخاد ديال الدجاج. كيلو غسلته نقيته حيت مسك الجلده ديالو. غنعدلو في في الماء يغلي باش يطيبوا لي. يعني الماء باقي يعني لا دفاو، يعني باقي الماء ما طابوش، يعني لا كنعدل فوق الماء فوق البوطه وننزل فيهم هاد الفخيدات هادوما. انا بغيتهم يطيب يعني يبقاو عندي واحد 20 دقيقه وغنحيدهم. دابا عملت معهم واحد طريف ديال البصله، واحد جوج ديال الفصوم ديال الثومه، وعملت معاهم شويه المعدنوس، واحد العريش المعدنوس، واحد معلقه صغيره ديال الزعتر. اذا كان ورقه سيدنا موسى عملت معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه. ديك عندكم اذا ورقه ديال سيدنا موسى، ورقه ديال الحباق ولا الرند ولا داك، المهم اي منسم بغيتو تزيدوه معاهم عدلوه. يعني انا ماشي اللي كمتوفر، عملت واحد شويه ديال زيت الزيتون، كنخليهم حتى يغليو حتى يطيبوا. كيديو واحد 20 دقيقه ديال بيضاء باش يطيبوا مزيان. ملي طابوا حيدتهم، صفيتهم حيدتهم وبديت كنقطعهم. يعني كنقطعهم كنقي منهم داك العظام. هذا العظام هذا غنحتفظ به حتى نقيه مزيان، غنحتفظ به. غنبدا نقطعهم طريفات صغارين. خديت هاد الفخيدات بدا دابا كنقطعهم صغارين، بغيتهم يكونوا مقطعين صغار، ما خليتهمش هيدا كبارين على هاد الشكل هدايا. هما كيطيبوا كيجيو ساهلين للتنقي، يعني طايبين. هاد الفخيدات كيجيو الصراحه مذاق ديالهم رائع، وكيجيو واحد القرمشه فيهم ديال الشابلور، كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا ان شاء الله يا ربي. صافي حتى كنكمل الكميه ديال الفخيدات اللي باقي لي. دابا خديت واحد ديال 3 ديال البطاطس كيكونوا متوسطين الحجم، مغليتهم عادي ومعكتهم، يعني بعصتهم. هاي الفخيده ديالي ملي نقيتهم قطعتهم. دابا غنخلطهم مع بعضياتهم. من احسن البطاطا ملي تغليوها، يعني ملي تقشروها ديريكتومون، يعني بعزوها باش كتجي ساهله. كتكون باقا سخونه دغيا كتباعز، يعني دغيا كتجبرش مع الصعوبه. الا بردت كتبقى منها بالطروفه، يعني كتجي صعيبه باش تبازا. صافي كنخلط مع المكونات مع بعضياتهم، بطاطا مع الدجاج. دابا غنقيل التوابل. عملت شويه د المليحه، انا عملت غير شويه د الملح باش نعمل صلصه الصوجه لانها مالحه. نعمل شويه ديال المعدنوس، غنعمل معها شويه ديال السكينجبير، راس معلقه السكينجبير صغيره، وراس معلقه ديال الابزار. عندي نعمل معها راس معلقه ديال خرقوم، وشويه ديال الهريسه، يعني الهريسه على حسب الذوق. مع شويه ديال زيت الزيتون، يعني تزيدوا معاها حتى العطريه ديال الدجاج، يعني حتى هي زيد معاها شويه ديال العطريه ديال الدجاج. وعملت مع زدت مع واحد 2 معالق كبارين ديال صلصه الصوجه. هنا 3 حتى 4 معالق كبارين معمرين ديال الشابلور.
ولا ما كاينش عندكم متوفر يعني كتقدروا تعوضوه بالدقيق الابيض، يعني اللي متوفر صافي. كنحاول ندخل المكونات مع بعضياتهم مزيان، كنجمع المكونات، كندخل التوابل مع بعضياتهم. يعني باش كنشوف واش كتجمع لي واش تعدل. اذا كتشوفوها ما بغاتش تعدلكم يعني ضروري خاصكم تزيدوا الشابلور، ولا اللي عملتو فيها الشابلور كتزيدوا لها الشابلور، ولا عملتو فيها الدقيق الابيض كتزيدوا لها باش كتقدر يعني تكون لكم بحال شكل ديال الفخده، يعني تكوركم ما كنلصقش في اليد، ما خصهاش تجي كنلصق في اليدين، كتجي متماسكه. يعني الخليط ديالها كيجي متماسك يعني بحال الشكل هذا، يعني تقدر تحكم فيه كما بغيتي، يعني تكورو وتشكلوا على الشكل اللي بغيتي. صافي دابا كنخديت هاد العظومه اللي خليتهم نقيتهم مزيان وعاودتهم. دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه اللي عملت. كناخذ من عندي هنايا ديال موتزاريلا، جبن موتزاريلا من احسن قطعوه رقيق، لان انا لزق فيا هاد الماركه هادي ما كدوبش يعني والو لصقت فيها شويه عينه. صافي كنعمل هاد العظامه يدايا معاها، كنحاول ندخلو ونبدا نشكل على الشكل ديال الفخيده. يعني طريقه سهله ما فيها حتى شي صعوبه، بان كتكون يكون الخليط يعني كيكون معاكم متماسك ومعوض غير كتشكل لك. صافي كنحاول نعمل الشكل هذا، كنجمع مزيان باش ديك العظم كيتشبر في الخليط ديالي. ها هي شكل الفخيده. دابا غندوزها في الدقيق. غادي نعملها في بيضات، يعني عندي جوج بيضات هنا طربتهم، ندوزها مزيان في البيضات، يعني ما نخليلهاش حتى شي طرف، لان باش الشابلور باش ملي نعدل في الشابلور عاد تلصق لي في الشابلور، باش يلصق لي الشابلور مزيان فيها. الشابلور عنده دور يعني في هذا القرمشه، كطيني واحد القرمشه ملي كتعطي كتحس بواحد القرمشه، هاي كيكون من داخل كتكون يعني معلكه مع ديك القرمشه على برا، كدي واحد مذاق رائع الصراحه فيها. عندي انسان يعني نوجدوها نحضروها الغداء العشاء. علاش لا دابا يعني الانسان كيكون سخانه كنبغيو شي حاجه خفافين. نعاود معكم واحده ثانيه ان شاء الله. ها هي نفس الطريقه كنعملوا حتى ديال الجبن الموتزاريلا، وكنعمل مع العظام ديال الفخده باش نكونوا فخده. يعني كتجمعنا بسهوله. صافي نفس الطريقه كنعدلوها في الدقيق. كنعملوها في بيضات نفس الطريقه. يعني تقدروا تعدلوهم صغار على هادو، صغار على هادو كيجيو حسان الصراحه، يعني كيجيو المنظر ديالهم حتى هما رائعين الصراحه. الا بغيتي تعدلو صغار نعدلهم، انا تايت نعدلهم كبار تايت ديك العطه ديال كيكونوا كبار عملتهم، ولكن يعني تقدروا تعدلهم حتى صغار كيجيو حتى هما. صافي يعني كنعدلهم في الشابلور. صافي كنكمل هيدا الكميه اللي باقا لي كنكملها حتى كنبقى نفس الطريقه حتى كنكملها. ملي كملتها دابا غندخلها الكونجيلاتور واحد 10 دقائق، هدايا 10 دقائق. صافي كنخرجو مع الزيت ديالي يسخن. الزيت مخصوش يكون يعني طايب بزاف، ما تعادش يبان، لان طايب دغيا كيخطف لك الطياب ديالو، يكون
صافي كنستفو من المقله. يعني كتكون بوطه متوسطه، ما تكونش بوطه حانيه بزاف باش ما تشربكمش الزيت، وما تكونش عاليه بزاف لان غيبقى مع داك الشابلور دغيا كيشبر العافيه، يعني تقدر ما طيبكمش مزيان. هي كلشي طايب فيها الصراحه، شنو خصنا نزيدو زعما باش يوصل للجبن يذوب وهادي. كنبقى نقلبهم. ملي ما تكونوا تعدلوهم نتوما تعدلوش الجبن بزاف، لان انا عملت الجبن بزاف يقدر يطرطقكم في وسط العافيه. ها هو الشكل النهائي ديال الفخيده ديالي وما وجدوه، كيجي الصراحه رائع مقرمشين، كيجي واحد منظر فيهم رائع الصراحه. كتعاد كتحس بواحد القرماشه من داخل، كتحس ديال التعليكه ديال البطاطا مع داك الدجاج. والله الا كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. يعني مشكل واحد هو الجبن، هو اللي ما وقع لي معاه مشكل، ما دابليشي، ولكن المهم اهم حاجه هو في المذاق والقرمشه ديالو.